بتكلمني وكنت زعلان وعاوزين نعرف برضه احنا جايبين عادل برضه عشان عادل يعني برضه انا بقول للناس عاوزين نضربه لان هو كان جايب لك عرضين فعاوزينك تكلمنا عن مبروك وكنت بتتعامل ازاي في الفتره اللي فاتت مع مبروك ومع كابتن محمد وكابتن وردة وكابتن حسن عبد الله. هو يعني في البدايه طبعا انا كان في قعده جمعتنا انا وسياده العميد بديع ابو علي وكابتن عبد العزيز، وكان في بدايه تفاوض بالنسبه لتجديد للنادي الاسماعيلي، واتفقنا على قيمه العقد. طبعا الواحد مقدر ظروف البلد وظروف النادي طبعا. الحاجه الثانيه انا كان كل كلامي انا بالنسبه للمستحقات القديمه كنت بتكلم في العقد الجديد ده، يعني امر يعني كنت يعني قلت ده مش وقته، لكن انا ليا مستحقات قديمه فكنت عاوز الكيفيه ازاي اخد المستحقات وانا عارف ظروف النادي يعني، فبس عارف يعني الجدول يعني المستحقات الجدول ازاي. اتكلمنا مع بعض ان انا هاخد مستحقات على 3 دفعات. اول دفعه مع بدايه العقد الجديد قعدت شهر طبعا. بعد هذه القعده يعني كان طبعا الحاج محمد كان مسافر. الحاجه الثانيه اداره النادي برضو قالوا لي مش هينفع تجدد ليك فلوس قديمه لما يكون ليك فلوس تاخد فلوس. يعني كان احمد علي طبعا موضوع احمد علي، لكن ما حصلش نصيب موضوع احمد علي والحمد لله. يعني انا كنت منتظر طبعا يعني الاولويه في الاول وفي الاخر لبيتي رغم العروض اللي جات لي جات لي عروض، كان في عرض خارجي وكان في عروض داخليه، لكن انا متربي في النادي الاسماعيلي ومن صغري وانا في النادي الاسماعيلي. انا عندي 8 سنوات في النادي الاسماعيلي، ده في الاول في الاخر بيتي وليه الاولويه والحمد لله. انا بشكر يعني كل جماهير النادي الاسماعيلي وكل محبين النادي الاسماعيلي ومحبين محمد حمص اللي هم كانوا صممين وكان عندهم رغبه ان انا اكون متواجد في النادي، وبشكر الاداره طبعا على احترامهم وتقديرهم لتاريخ وعطاء في النادي الاسماعيلي وتكريمي بشكل محترم. بالنسبه للعروض زي ما قلت لك كان في عروض داخليه وخارجيه، لكن انا كان الاولويه لبيتي في الاول وفي الاخر. نادي القناه ونادي الجونه. هو طبعا انا بشكر كل الانديه اللي هم كانوا بيفوزوني طبعا، وده شرف لي طبعا، وليهم كل الاحترام والتقدير ومؤسسات محترمه. ولكن انا كلامي كان مع الناس اللي انا الاولويه في الاول وفي الاخر لبيتي يعني. ربنا يوفقك كابتن حمص. اتسمح للقيل والقال ان هو يتكلم او ازاي